من ألذ الكيكات اللي بنحب نعملها على طول في فصل الشتاء، كيكة البرتقال. لا غنى عنها في كل بيت، بتقلب ريحة البيت من ريحة البرتقال بتاعها. بجد يا جماعة خطيرة. هعملها لكم بأسهل طريقة وبمكونات كلها سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. يلا بينا نشوف مقاديرنا مع بعض. هنجيب الطبق اللي هنعمل فيه، هنحط فيه كوباية كبيرة من السكر، وعندنا بشر بالبرتقال. ممكن تبشري برتقانتين 3 زي ما انت عايزة. وعندنا 4 بيضات. انا بحب اعمل الحركة دي علشان لو بيضة طلعت معايا بايظة ولا حاجة، فبحب اجربها الاول في طبق وبعد كده بحطه كله على بعضه. بعد كده عندي الفانيليا، دي اللي هتعزز لي بقى ريحة البرتقال دي، اللي يعني لو انت اصلا عاملاها من غير برتقال دي هتخليلك ببرتقال اصلا. وهنفضل نخفق في البيت كده والسكر لحد حجمهم ما يتضاعف معايا. يعني هتضربيهم حوالي 5 دقايق. عندي بقى كوباية الا ربع من الزيت النباتي، هننزل عليه كده سرسوب واحنا ايدينا بتضرب كده بايد، والايد التانية ننزل بالزيت. عندنا بقى كوبايتين كبار من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وهننزل بالتناوب شوية من الدقيق وشوية من كوباية عصير البرتقال فريش. يعني احنا جايبين البرتقال كده وعصرينه كوبايه فريش، يبقى شويه من الدقيق وشويه من عصير البرتقال لحد الكميه معانا ما تخلص خالص. وهنلم بقى العجينه بتاعتنا. طبعا كل ده وعندنا الفرن شغال على درجة حرارة 180. عندنا صينية أنا حاطة لها مادة دهنية ومبدرها بالدقيق، وحطيت خليط الكيك بتاعي وقلبته كده قلبة كويسة. وبعد كده حطيته في الفرن، قعد معايا حوالي نص ساعة. وكله بقى أحلى كيك برتقال بأسهل مقادير وأسهل طريقة. بجد بصوا، أنا عايزة أقول لكم، انتوا طبعا شفتوا في اول الفيديو ارتفاعها ما شاء الله ما شاء الله عامله ازاي. المقدار ده صينيه مقاس 22. عايزه تضاعفي الكميه وتحطيها في صينيه اكبر، مفيش اي مشكله. يا رب يكون الوصفه عجبكم. باي باي.